يسعد صباحك يا قمر، والله انت اللي عسل. وعايزه اقول لكم ان الناس اللي كلامها ايجابي اللي زي دي بيبقوا نضاف من جوه، بيشوفوا الناس من جوه مش من بره. مش مهم المظهر، مش مهم هما لابسين ايه عاملين ايه. بجد انا والله العظيم من يوم ما دخلت السوشيال ميديا وانا الحمد لله الناس دي في حياتي اكتر الناس اللي بقابلها الكويسه. واحد الطاقه الايجابيه ربنا يخليكم لينا، سواء كنتي لسه متابعانا جديد او معانا من سنين. اهلا وسهلا بيكم كلكم على راسي، واهل السعوديه كلهم على راسي، وكل حبايبي كل اللي بيتابعوني على راسي. منوريني والله، وليا الشرف ان انتوا في حياتي مش في السوشيال ميديا، لان انتوا في حياتي، يعني انتوا في قلبي اصلا. بعد اذنك بعيدا عن السؤال اللي انت كاتباه، ممكن انا اسالك سؤال؟ اهل السودان عامه، يعني انا بقالي سنين كنت يعني من وانا في مصر او في الامارات او هنا قابلت ناس سودانيين كتير، يعني بتعرف عليهم سواء كان ناس عارفيننا وبتقابلنا، ناس مثلا بتعامل معاهم في شغل. ايه سر جذابيتكم ان الواحد بينشد ليكوا؟ معرفش فيكوا حاجه كده مش طبيعيه، يعني بصراحه والله العظيم مفيش حد من اهل السودان غير لما الاقيه عنده امانه. والله العظيم بكلمكم بجد، مش ان انا عشان هي بتحبني بقول كده، والله والله العظيم ما في حد من اهل السودان قابلته غير لما لقيت عنده امانه، ادب واخلاق واحترام، لسانهم حلو، عندهم كده سر جاذبيه رهيب. معرفش ايه السر، فلو عرفتي توضحي لي وتكتبي لي وتقولي لي انتوا يعني ما شاء الله كده ازاي. وكل اللي قابلتهم مش مثلا واحد ولا اتنين، لا كل اللي عرفتهم من السودان ناس محترمه وناس زي العسل. فانا بحبكم والله، وانتوا يعني ناس زي السكر. طيب المهم تغسلي شعرك، لا تحطي كريم ولا زيت لان ملزق براسك. ده مش مغسول. بصي يا ستي، انا شعري هابط من قدام بسبب الطرحه، كنت انا بلبس الطرحه كتير وبشدها، فمن هنا بدا يخف ويرجع لورا. من تحت ناشف ومحروق بسبب الصبغات، يعني بصي اثر الصبغه فيه عامل ازاي، محروق وناشف. فهي شعري من قدام هتحس ان هو ايه، اكن فيه زيوت، بس انا ولا حاطه زيت ولا حاطه اي حاجه، هو طبيعته كده. هو بغسله عادي، بس ما بغسلش بالشامبو كتير لان كتر الشامبو اصلا بينشفه. يعني ما بحبش اغسل شعري بالشامبو كتير، اغسله مثلا عادي بالميه، والشامبو ده مره واحده في الاسبوع بس، والبلسم والحاجات دي بس. فهي طبيعه شعر، ههتم بيه ان شاء الله واظبطه، بس واحده واحده، لان كان هابط خالص بسبب ان انا كنت بشد الطرحه عليه جامد. لا اهل النوبه بالذات واهل اسوان انا اتعاملت معاهم اقسم بالله ناس قمه في الاخلاق والادب والذوق والطيبه، وكميه طيبه فيهم رهيبه بجد والله العظيم. ناس تتحب من اول نظره. يعني انا نزلت تقريبا مره او مرتين اسوان والنوبه، بس ما كنتش عايزه ارجع من كتر ما هم ناس زي العسل وناس حبوبه كده وجميله وخدوا. حلو والله هجرب، بس خلي ايه، خلي عادي ولا خلي تفاح؟ يعني قولوا لي تفاصيلكم كده، قولوا لي الحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها، لان انا عارفه فعلا ان انتوا ما شاء الله في الحاجات دي اساتذه. فلو في حاجات معينه بتعمليها قولي لي بالتفاصيل، وانا هعملها في فيديو كمان، يعني هنفذها على شعر البنات وعلى شعري عشان اظبط الدنيا. الحنه عندنا هنا الحنه حلوه، يعني في مكان هنا بجيب منه الحنه حلوه، والصدر برضو جبته بس لسه ما استخدمتوش. فانا اصلا بحب وصفات الشعر وبحب اعمل اللي هو السبراي والحاجات دي، فان شاء الله هرجع اعملها معاكم باذن الله.